الموجودين استاذ خالد لطيف، بسنت، كابتن جمال، اللي هو علاء، مستشار محمود، سياده النائب محترم سليمان، استاذ علاء ربنا بيت محمود علاء وبسنت مريم واحمد والاستاذ احمد دارس. ده المجلس. اولا ليه عقد هنا عندي في مكتبي اللي في البيت، عشان انا بقالي 5 ايام ما بروحش النادي علشان الدكتور منعني من النزول. ما اعرفش بقى اتحسدت ولا ايه اللي حصل، زعلت اي حاجه كده، لكن انا عمال اخد مسكنات والدكتور مانع ان انا انزل. فالاخوه يعني شرفوني هنا في المكتب، حد يقول لك ايه اصل هو ممنوع من دخول النادي. مش عايز اعمل حركه مش حلوه يعني، لكن اي الكلام كله طالع يعني قله ادب، عايشين في جو كله قله ادب يعني. فاحنا عندنا النهارده اجتماع، عرفت بقى قاعدين ليه هنا في المكان دون في مكتبي ومش في النادي، لانه زي ما انا قلت انه الدكتور اسال. طبعا هتقول لي طب ما انت في مكتب اهو، لا ده دور، انا نزلت دور ونزلت دور وانا تعبان برضه يعني. ربنا يستر، خاصه الدكتور بتاعي في العماره اللي قدامي كده ممكن يكون شايفني، الدكتور طارق. دلوقتي احنا عرفنا انا ليه عملت الاجتماع هنا. طيب وفي سببين تانيين، سببين نفسيين يعني، بسبب ان انا تعبان، انه انا مش عايز ادخل النادي والموظفين ما قبضوش، لان الموظفين غلابه هم والعمال والامن. 2 مش عايز ادخل النادي الا وانا ومجلس الاداره حلين المشكله بتاعت القيد. لان ايه وجودنا في النادي؟ انا على فكره كل البوسطه بتيجي لي بخلصها اول باول من هنا. ايه الغرض من احنا في النادي؟ منظره؟ اقعد على المكتب اللي لا، مش هو ده الغرض. الغرض ان حاجتين: اسعد الجماهير والقيد ده يتفك، لانه الماتش بتاع فريق الجزائر فريق صعب جدا، وده بطل الدوري هناك 3 سنين. فده انا عايز اجيب من كل ده، انا عايز اجيب ميسي معايا. فلما يكون عندي 3 لاعبين بحجم ناصر واحمد بالحج وشبانه ويبقوا بره وانا بلعب محتمي طبعا للعيبه اللي موجودين والله العظيم زي الفل، واي حد هيشتمهم بقول له بطل بقى اتفرج على احسن دفاع، لاعب دفاع في مصر وهو بيشوط هوا. طب ايه اللي شاطه الهوا؟ اللي شد رجله واحنا مش شايفينه. ما احنا مش هبل. لا يعني الموضوع زاد عن حد. وانا بقول انا ممكن اواجه اي حد، بس مش هواجه حد انا مش شايفه. يعني ده دلوقتي دي مواجهه ناس احنا مش شايفينها، يا ترى بتعمل ايه؟ المهم يعني، فاحنا عندنا اجتماع مجلس اداره، كل الحلول وارده، هنتناقش زي ما بنتناقش كل مره، وبعدين هناخد قرار رقم 1 لصالح مصر وصالح نادي الزمالك. هتقول لي صالح مصر ايه؟ ان اسهل حاجه ما الجماهير بيقول لك ايه، عايزين ننزل الشارع. لا، مش مجلس اداره محترم كده خالص. مجلس الاداره المحترم بيخاف على بلده قبل ما يخاف على ناديه مهما تكن النتائج. هو لو نزلت الجماهير البتاع زي ما الناس عماله تبعت لي الاف مؤلفه عايزين ننزل، طب هتنزل. طب انا افكرك بحاجه، هو انا لما رحت اتحاد الكوره رحت بالجماهير ولا رحت بالبلطجيه ولا دخلت لوحدي؟ ساعة عربيتي ورحت، برغم انا داخل عند بيت المفروض اعدائي. هنعمل اجتماع، بعد الاجتماع هنقول بعد المناقشات ايه اللي ممكن ناخده من جميع الجوانب. الزمالك في ازمه ليها اسباب معروفه واسباب غير معروفه، ليها اسباب مرئيه واسباب غير مرئيه. انا بتكلم بصراحه. ان شاء الله بعد الاجتماع هناخد بعض القرارات بعد ما نسال كل المجلس كله. الحمد لله النهارده بالكامل موجود، ويمكن المستشار احمد جلال هو موجود، ومين تاني؟ ومحمود خالد هو موجود، المستشار محمود خالد، تمام، والاستاذ شريف، النادي تقريبا كله. اتفضل لغايه ما نخلص الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن لسه مخلصين الاجتماع. اولا انا شفت البيان اللي عمله الاستاذ كرم جبر، وانا مع هذا البيان قلبا وقالبا، لان احنا ضحايا هذه اللجان
وانا معاه القناه اللي تخرج عن اللي بيسموها ايه التعاون. نجيب البيان بس اصلا عشان يبقى معانا على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اهو. واحد، سحب التراخيص قنوات تتجاوز القانون، انا معاه. اتخاذ اجراءات حاسمه ضد الكتائب الالكترونيه وسيتم ارسال بلاغات اليوم للنائب العام لخطوره الامر. طبعا سواء كتائب الكترونيه زمالك او اهلي او اي نادي، لا طبعا فتنه مشتعله. وبعدين كتائب الزملكاويه بيشتموا الاهلي ويشتمونا، كتائب الاهلاويه يشتموا الاهلي ويشتمونا. يعني يا ريت الكتائب دي مثلا بتشتم المنافسين، لا ده بتشتم الكل. انا طبعا موافق. دعوه نقابه الصحفيين ولجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب والشيوخ الاجتماع من اجل اصدار نصاب محاربه تلك الجوازات ناقص جزء، ورؤساء الانديه ايضا تاني، ورؤساء الانديه ورؤساء القنوات. ده مهم جدا. هو لجنه الشباب والرياضه او النواب والشيوخ هتعمل ايه من غير ما رؤساء الانديه ورؤساء القنوات يكونوا موجودين؟ انا موافق طبعا. نطالب القنوات بالتوقف فوري عن ما يتم بثه من تجاوزات خادشه الحياه. انا معاه. يعني انا شخصيا عمري ما قلت لفظ خدش حياء. اقصى حاجه كلب يا ابن الكلب، ان عيال بتشتمنا، عيال سفله، كلب ابن كلب دي. بالعكس ده في كلاب اوفى من بني ادمين. على الاقل اهل الكهف الكلب بتاعهم ذكر في القران. ف الاعلام لا يستهدف شخص بعينه ونادي بعينه، لكن يدعو لعدم اثاره الكراهيه. بص يا جماعه عشان نجيب بس من الاخر، انا قدمت شكوى ضد اسمه تامر امين، وضد خير رمضان، وضد شوبير، وضد شبانه، وضد احمد موسى. دي القنوات اللي تابعه مصر، لان MBC عمرو اديب مش تبعنا، يعني دي تبع حته ثانيه خالص. قدمت شكوى رسميه للاستاذ كرم جبر والشركه المتحده، وانا بقول اهو انا اول واحد ملتزم وبأيد وبساند هذا البيان. بس من فضلك يا استاذ كرم ده يترجم واقع. يعني واحد طالع عيل لاعب هارب عمال يفخم فيه، ونادي تاني عمال يجيبوا الارض، ما هو ده بقى من ضمن برضه التجاوزات بيصير الفتنه. فانا بايدك تماما التمام. 2 النهارده كان في الشهر اعتقد 7. طيب انا بس عايز اقول الايه لما تروج ان احنا نتحل، ان احنا هنمشي، ان احنا خلاص على شفة حفرة من النار والحل. احنا فاضلنا 3 ايام عشان نكمل سنة. لا احنا ما كملناش سنة. بس افهمك حاجة تانية، الموافقة بتاع اللجنة الأولمبية جت 10/3، يعني فاضل لنا شهر ونص تقريبا عشان نبقى دخلنا في سنة. فاحنا مش من النوع اللي بقى هنمشي بنقعد. انا شخصيا اسهل حاجة وانا بقدم استقالتي في فترة سابقة للسيد الوزير كذا مرة، اسهل حاجة امشي. بس الابطال والاسود والرجاله ما بيهربوش. ده معناه ان احنا نطينا من المركب وسايبين النادي يغرق. مش هيحصل. وانا بقى بصراحه كنت زهقت وقرفت. يعني انا شخصيا لو ربنا ادانا طول العمر ومجلس ادارته هو بالكامل قاعدين لغايه نهايه مدتنا، وربنا يسهل وناخد مده ثانيه وثالثه ورابعه. احنا مش ماشيين. ريح نفوخك يا ابني. وضرب الاشاعات وهيحلوا المجلس. احنا ما عندناش حد حرامي. احنا ازمات بتجيلنا. هو الحجز على اموال النادي احنا اللي اصحاب الازمه ولا غيرنا؟ لا غيرنا. طيب هو عدم القيد ده بعد ما شفتوا الفيديو اللي منتشر فيه ملايين، داخل عليه 20 مليون دلوقتي، هو واحده في صفحه واحده داخل عليها 1,800,000 في صفحه واحده. وانا سامح يعني مسامح يعني. تمام؟ هو احنا عدم القيد ده احنا ولا غيرنا اللي عملوا؟ واديك شفتوا الفيديو ان انا قعدت اتحايل عليهم واطلع شيك من حساب ولادي، فلوس ولادي ومراتي، تمام، واحفادي يعني. المهم يعني فاحنا قاعدين يا ابني ان شاء الله. نمرة 3، انا لما اشوف حد مثلا في ازمه والحد انا بحبه جدا اضرب فيه ولا سنده لغايه ما يطلع منها؟ اللي بيحصل ده من بعض العيال انتوا مش زملكاويه. ليه؟ لان لا مرتضى منصور بيلعب ولا المجلس الاداره كله بيلعب ولا امير بيلعب ولا احنا بنعمل التشكيل ولا نعمل التغيير. بس انا بقول في ظروف غير طبيعيه بيمر بيها الفريق. تمام؟ وبعدين لما يكون عندي احسن 3 لعيبه، واحد دفاع، واحد في خط النص، واحد في الهجوم، اعتقد لما تحرمني منهم والنادي الاهلي المنافس مع احترامي اهو تاني احترامي ليه والجمهور وتاريخ حاجه عظيمه جدا، لاعب اسمه القندوسي راح هناخده $500,000 يعني 15 مليون. تمام؟
الاهلي يروح يدفع 2 مليون دولار يعني 60 مليون يفرق 45 عشان ياخده، هو مش محتاجه، وده كده بيلعب احتياط اهو، ما احنا شايفينه. ادي واحد لما يكون استاذ محمد مسلح ابن اسكندريه البار، الراجل اللي من الرجاله القلاق جدا جدا، يطلع على الهوا يقول انا خدت محمود علاء ومروان عطيه نادي الزمالك اول ما يطلع من عندنا ويديه للاهلي عشان بعد ما كان معروض ب 12 الخطيب يديله 25، يبقى مش احنا متحملين. كل الانديه دعمت فريقها ولعبت، انا دعمت فريق ما بيلعبوش ليه؟ احنا ما نعرفش. ده رقم واحد. فاللي عاملين يقل ادبهم جمهور الزمالك بيردوا عليكم، واديك اقول لك ده مرتضى دخل وكسر البتاع. اولا داخل لوحدي، انا ما عنديش سواق، انا اللي بسوق لنفسي ورايح بيت عدوي، تمام؟ يعني داخل بيت عدو، مع ذلك الناس شافت سلمته وبص وحضنته وقعدنا نهزر واقول له وليد عطار كرشك وده مش عارف ايه، عادي تمام. كون ان يبقى في قرار هم اتورطوا فيه، مين سلطهم عليه دي مش مشكلتي، لكن انا باكده ان هذه المشكله ستحل باذن الله ان شاء الله، يا قضائيا يا رضائيا. ليه؟ لان نادي الزمالك نادي مش صغير، كل الناس دلوقتي شغاله في هذه الاتجاهات، واحنا المفروض كان جالي معلومات انه حددوا الجلسه الاربع، لكن هي الجلسه يوم الخميس ان شاء الله. وانا بتمنى حتى لو هي يوم الخميس، انا مش عايز جمهور يا جماعه، الجمهور يروح الاستاد، دي معركه قانونيه احنا اصحاب حق فيها، مش محتاجين يا جماعه الجمهور يحضر. حضور الجمهور الجلسه ممكن يضر ما يفيدش، ممكن يبقى قدام سياده القاضي ان انا جايب ناس علشان اضغط عليه او ابتزه، لا، دي معركه قانونيه انا بحضر فيها لو حضرت يعني، وخدت اذن من الدكتور ان انا احضر، ومعايا مجموعه المحامين، وعندنا اعضاء في النادي كتير اصلا كمان غير المجموعه اللي معانا هم اصلا محامين. فمن فضلكم حتى لو هي يوم الخميس زي ما انا سمعت من شويه ان هتلاقي يوم الخميس، مش عايز حد يحضر. احنا مجموعه قانونيين، حجه بالحجه. حضرتك حجتك ايه؟ انا والله سجلت في الميعاد القانوني قبل القفل. حضرتك ايه؟ اتحاد الكوره والله انا ما كانش ليا مزاج او متخانق مع مرتضى، ايا كان السبب بيقولوا، تمام؟ نمره اثنين عشان الناس تبقى فاهمه ليه انت رحت مجلس الدوله؟ لان لما صدر قرار عزلي من اللجنه الاولمبيه مرتين، مره سنتين ومره 4 سنين، المفروض اروح طبقا للكلام اللي كان بيتقال اللجنه الاولمبيه الدوليه، او اروح مركز تسويه. واللجنه الاولمبيه المحامي بتاعها لما حضر دفع كده قدام المحكمه او الدرجه او الاداريه العليا. خلاص، فالمحكمه قالت له كلمتين، الوزير مسؤول ومنوط به انه يراقب تطبيق القوانين واللوائح من كل الجهات الرياضيه الاربعه اللي هي الاتحادات والانديه البرلمانيه واللجنه الاولمبيه. هو جالك تظلم لك من قرار من هيئه من الهيئات دي، تمام؟ حضرتك حاجه من الاثنين، يا تبطل القرار، اسمها بطاله، تبطل القرار اللي واخده الاتحاد او اللجنه الاولمبيه في موضوع العزل، او انك انت ما تردش، او انت تبعت له تقول له ماليش دعوه. لو قلت له ماليش دعوه ما ردتش ده قرار سلبي، تمام؟ امتى بقى يبقى قرار سلبي؟ انه ما يردش عليا. طب لو رد عليا قال انا غير مسؤول، سلبي ايجابي، انه رد لكن في نفس الوقت ما خدش قرار. فرجعنا احنا المحكمه القضاء الاداري، محكمه القضاء الاداري شافت الكلام ده كله، تم الدفع، لا ده مش اختصاصكم، ده اختصاص ملك التسويه. في النهايه المحكمه حكمت بالغاء قرار وزير بتاع اللجنه الاولمبيه، تمام؟ لما تم حل المجلس، المفروض مجلس الاداره المفروض نطلع زي ما قالوا برضه، نروح نروح الفيفا نطعم، تمام؟ فاحنا رحنا بعتنا الوزير برضه نفس الكلام، ما ردش علينا، رحنا مجلس الدوله، المحكمه رجعتنا. فانا بس عايز افهم، لان الاخ معتز الشامي بعت لي من شويه بيقول لي لا ما تروحش القضاء العادي، روح الفيفا. انا عايز اطمنه ان انا رحت الاثنين، رحت هنا ورحت هنا، تمام؟ احنا بنحل مشكله. وعايز اقول من فضلك يا استاذ معتز، انت راجل محترم جدا جدا ومحب للزمالك، بس اوعى تنسى ان انا راجل قانون، واتحليت قبل كده 5 6 مرات، تمام؟ واتعزلت قبل كده 5 6 مرات. يعني فبعد اذن حضرتك، زي اللي بيقول لي الناس تقول لي ليه اطلعوا الجمهور يدعي الجمهور يطلع الشارع، طب والبلد تولع؟ عشان بطوله؟ عشان لعيبه؟ لا طبعا. مجلس الاداره بالاجماع رافض هذه القرار، هطلع مال الجنه. فانا بدعو بقول احنا رحنا القضاء، نتمنى ان شاء الله، ولا القضاء لا يشكر ولا يذم، لكن كون انت تحدد جلسه بالسرعه دي، يبقى المحكمه شايفه ان في خطوره،
تمام. فنتمنى ان شاء الله ناخد حقنا بالقانون، سواء في مجلس الدوله يصدر اللي هو قرار بيبقى في حكم مجلس الدوله ايه؟ المفروض يبطل قرار وزير. احنا بنقول له من فضلك ابطل لي قرار الوزير اللي هو ما قالش للاتحاد الكوره اللي انت عملته ده غلط، ايد العيال. هو سلطته على فكره، مش تدخل ولا حاجه. ليه؟ لان قانون الرياضه اللي متوافق عليه من الميثاق الاولمبي والمواثيق الدوليه لما اتراجعت، واحنا اللي عاملينه. انا كان محمد سليمان بيه كرئيس المجموعه البرلمانيه وكان وكيل مجلس النواب، واحنا عملنا القانون ده، وكان القانون ده واضح وصريح. الماده الاولى بتقول ان وزير العدل منوط به مراقبه الانديه والاتحاد الهيئات الاربعه واللجنه الاولمبيه والمائيه في اي قرار ياخدوه مخالف القانون ولا اللوائح. القرار اللي اتحاد الكوره ده مش خالف القانون واللوائح المصريه ايضا واللوائح الدوليه. فانا بطمن الجماهير باذن الله، وبقول يا جماعه دي كوره، وارد كل شيء، احنا بنحاول بقدر